من الاخر بحس انه طماع وعايز كل حاجه لنفسه، ما بيفكرش غير في نفسه، ومهما نجيب له بيحسسنا ان احنا ما جبناش حاجه. السلام عليكم، ازيكم؟ ابني عنده مشكله ان ما عندهوش رضا وقناعه، كل ما يشوف حاجه عايز يجيبها بغض النظر عن حالتنا الماديه. من الاخر بحس انه طماع وعايز كل حاجه لنفسه، ما بيفكرش غير في نفسه، ومهما نجيب له بيحسسنا ان احنا ما جبناش حاجه. ودايما يقول صاحبي عنده اشمعنى انا ما عنديش، صاحبه اشترى لعبه اشمعنى انا ما اشتريتش، صاحبي راح المكان الفلاني اشمعنى انا ما روحتش. اتصرف معاه ازاي؟ طيب سريعا كده خلينا نقول الاسباب اللي ممكن تخلي اولادنا يوصلوا للمرحله دي. احنا دلوقتي شايفين كلنا السوشيال ميديا عامله ازاي، والبلوجرز والاعلانات اللي مغرقه الدنيا مخليه اولادنا عايزين كل حاجه زي ما بيشوفوها بالظبط، فغصب عنهم بقى عندهم تطلع ورغبه انهم يجيبوا كل حاجه. والحاجه اللي بتعزز الموضوع ده جدا عند الاطفال من وهم صغيرين التدليل الزائد، او ان الاهل بيلبوا كل طلبات الولد او البنت طبعا وما بيرفضوش طلب علشان يطلع عنده احساس بالشبع، وفي ظنهم يطلع مش محروم من حاجة. وده على فكرة غلط، بالعكس ده بيخلي الطفل عنده أنانية، ما بيفكرش غير في نفسه طول الوقت، لأن الطفل لما بيطلب حاجة الأهل بيجيبوها، الطفل بيطلب حاجة الأهل بيجيبوها، فالولد يتعود إن كل طلباته مجابة. فبعد شوية مثلا لما الأهل ما يجيبوش حاجة فهو هنا بيصبح ناقم عليهم إن هم ما جابوش الحاجة اللي هو عايزها. اول خطوه نعملها مع اولادنا من هم صغيرين، ودايما بقول الوقايه خير من العلاج، يبقى اولادنا هم صغيرين انا هبقى قدوه ليهم بان انا يبقى عندي فعلا رضا ويبقى عندي قناعه بالحاله اللي انا عايشه عليها، ودايما بحمد ربنا قدامهم على حالتي الماديه. ودايما ما اتكلمش قدام ولادي ان فلانه عندها كذا واحنا ما عندناش، او دول بيشتروا وبيسافروا واحنا ما بنعملش زيهم. فدايما ولادك يحسوا في كلامك بالرضا. الحاجة التانية أعلم ابني هو صغير قيمة الفلوس. في ناس للأسف ما بتتكلمش قدام ولادها على الحالة المادية خالص علشان هم صغيرين وما نشيلهمش الهم وخليهم يعيشوا سنهم والكلام ده. الصح ان احنا هنعرف الطفل قيمة الأشياء المادية، هنشاركه بعض المعلومات زي مثلا هقول له اللعبة اللي أنا اشتريتها لك دي مصروف تساوي مصروفك لمدة 6 شهور. وجبة الغداء اللي احنا اكلناها امبارح كلفتنا 100 جنيه، وده للأسف احنا مش هنقدر نعمله كل يوم علشان الحالة المادية ما تسمحش بده. لما نجيب مثلا حاجة في البيت اقول له ان التلفزيون ده مكلفنا كذا وده يساوي مصروفك لمدة 6-7 سنين مثلا. انا هنا بعرفه قيمة الفلوس وبعرفه قد ايه بابا وماما بيتعبوا لحد ما بيجيبوا الفلوس دي. الحاجة الثالثة هعلمه الفرق بين الرغبة والاحتياج. لما يطلب مني حاجة هقول له طيب الحاجة دي انت محتاجها دلوقتي ومحتاجها ليه وتكلفتها كام، وهل تقدر تستغنى عنها في الوقت الحالي ولا لا. أعلمه إن الرغبة إن هو يكون عنده لعبة وعايز لعبة تانية، لكن الاحتياج اللي هو ما يقدرش يعيش من غيره زي مثلا الأكل، الشرب، السكن، اللبس. أعلمه إن الاحتياج ده مطلوب مني كولي أمر، لكن لما يحتاج حاجة زيادة من الكماليات أو من رغباته أعلمه يحوش ويجيبها من مصروفه. من وقت للتاني أخليه يحوش ويجيب حاجته، لأن الموضوع ده هيعرفه قيمة الفلوس وكمان هيخليه يحافظ على حاجته. حتى لو أنا أقدر على فكرة إن أنا أجيب له الحاجة دي، فالموضوع ده مهم جدا إن أنا أعمله مع أولادي. الحاجة الرابعة أعلم ابني العطاء. العطاء دايما بيعزز الرضا، نعلمه انه يطلع من لبسه يطلع من مصروفه حتى ولو مبلغ بسيط جدا كل فترة. كمان أعلمه الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لما حد يجيب له حاجة أقول شكرا يا بابا، شكرا يا ماما، شكرا يا جدو، شكرا يا تيتا. أي حد يجيب له حاجة أعلمه يشكره. كمان أعلمه إنه يشكر ربنا إن هو رزق بابا وماما وجابوا لي الحاجة اللي أنا عايزها. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها، العبي معاه لعبة النعم. هاتي ورقة وقولي له يلا نكتب النعم اللي ربنا أنعم بيها علينا، واكتبي كل النعم. طبعا في نعم كتير جدا تقدروا تكتبيها، نعم في الجسم، نعمة الأمان، السكن، الأكل، الشرب، نعم مش هنقدر نعددها.
وقولي له يلا نشكر ربنا ونحمد ربنا على النعم دي كلها. ده هيحسسه بالامتنان وهيحسسه بالرضا ان كل النعم دي عندي. فمرة مع مرة مش هيبص للي حواليه. دايما برضو تقولي له ان ربنا خلقنا طبقات، مش كلنا زي بعض. هنلاقي ناس اعلى مننا وهنلاقي ناس اقل مننا، وربنا ليه حكمة في كده، وربنا عارف الاصلح والاحسن لينا. فما ينفعش نبص لحد اعلى مننا ولا نقلل من حد. ومش شرط كل حاجة انت عايزها نجيبها، او اي حد عمل حاجة او جاب حاجة مش شرط نجيب زيها. اوقات انت هتجيب حاجات غيرك ما يقدرش يجيبها، واوقات تانية ناس هتجيب حاجات احنا ما نقدرش نجيبها. يبقى المطلوب مننا اننا نحمد ربنا على النعم اللي انعم بيها علينا، ونرضى باللي ربنا رزقنا بيه. مع الوقت الطفل هيستوعب الكلام ده كويس جدا وهيصدقه وهيعيش بيه. اهم حاجة الاب والام يكونوا فعلا قدوة ليه، ما بيقولوش كلام ويعملوا عكسه. واخيرا اوصيك بالدعاء. السلام عليكم.